أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: الحكومة تطمئن المغاربة بكثرة العرض في الأغنام استعدادا لعيد الأضحى لسنة 2023. لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشجيعنا بلايك لتتوصلوا بجديد الأخبار المغربية، وشكرا جزيلا لكم. في تصريح لرئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء محمد كريماني، يؤكد أن العرض من الأغنام البالغ 6 ملايين رأس من الأكباش و500 ألف رأس نعجة يفوق الطلب المقدر ب5.5 مليون رأس، حيث أكد المتحدث أن الحالة الصحية للقطيع ممتازة، كما أن فرق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم باستمرار بعمليات مراقبة. كما أكد على أن الأسعار لن ترتفع عن العام السابق بشكل كبير، حيث يتوقع أن تعرف زيادة 10 إلى 15% مقارنة مع أسعار العام الماضي. ويرى أن مستوى السعر بين 60 و 65 درهما سيكون معقولا سواء بالنسبة للمربي أو للمشتري. ويضيف أنه رغم أن العرض يتجاوز الطلب، سيتجه المغرب إلى الاستيراد لأول مرة في التاريخ، بحيث سيتم اقتناء 100 ألف رأس من إسبانيا ورومانيا وإيطاليا وبولندا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.